من غرفة نجوى فؤاد السنة اللي فاتت، كانت هي على السرير ده. الحمد لله إنها بقت موجودة على الكرسي. ولكن كانت سنة صعبة و3 عمليات. اولا ازيك، وحشتيني. كل سنه وانت طيبه، حضرتك بألف خير ورمضان ورمضان كريم. كريم عليكي وعلى اسرتك وعلى الامه العربيه كلها وعليا ان شاء الله. يا ربنا رب بالصحة والخير كله يا رب. يكون معايا في رمضان باذن الله ويشفيني. عملت 3 عمليات تردد حراري. من ضمنهم واحد خدتني أميرة الجناين الحقيقة، أخت وصديقة شخصية جميلة. شخصية جميلة جدا وبتاعت ربنا وجميلة جدا. خدتني وعملت ما فيش فايدة، ما عملش أي إنجازات في الشفاء يعني. فعملت كمان حقنة في ظهري كبيرة جدا عند دكتور يسري الهواري. قعدت فيها برضو 15 يوم ما عملتش حاجة. عملت علاج طبيعي بمبالغ رهيبة جدا، وكل المراكز اتعاملت معاها وبرضو ما جابش نتيجة. فهو حكاية أنا إن عندي القطنية على العضلة اللي تحت القطنية. المشكلة إن العصب لازق فيهم، فالجراحة من أصعب ما يمكن وأخطر ما يمكن. فأنا مش ناوي أعمل جراحة خالص، لأن يعني ناس كتير خوفوني منها، وناس يعني بيفهموا، وناس دكاترة كبار يعني مش من الصغيرين، فمش ناوي أعملها. بس والحركة الحركة أحسن الحمد لله. دلوقتي بقدر أخش الحمام، بس لازم حد يبقى جنبي يعني ما بتخني ساعات الخطوة. بالتوازن عندي ضعيف شوية لسه. طب العمليات دي تكلفة كبيرة والعلاج الطبيعي هل ده غير الأدوية بقى، وغير الحقن، وغير هل في شغل، هل في دعم من النقابة؟ هل قصة المعاش اللي حضرتك كنت بتكلمنا فيها زي اليومين دول السنة اللي فاتت، في أي جديد حصل؟ دعم ايه؟ وما فيش دعم من اي الحمد لله. لا النقابة بتسأل على حد، ولا جاني زارني دكتور أشرف الحقيقة ونور بيتي، وسألته أنا عايزة أطلع معاش إمتى، أنا إيه معاشي عشان أفضل فاتحة بيتي. أنا امرأة مش متزوجة ولا عندي أولاد ولا عندي أسرة عايشة معايا، فعايزة بس أفتح بيتي. فمعاشي إيه، أخباره إيه؟ قال لي 600 700 جنيه بالكتير قوي هناك. قلت له 600 700 جنيه؟ انت بتهزر، بتنكت، بتقول فزوره؟ قال لي اه والله مش اكتر من كده. قلت له العمر ده كله ضيعت 47 سنه في الوسط، ولا شفت شباب ولا شفت مراهقه ولا عشت زي البني ادمين عشان اخد 700 جنيه في الشهر؟ اعمل بيهم ايه يعني؟ دول اديهم للجراج ولا العربيه ولا لايه يعني؟ مش عارفه. ولا النور، فاتوره النور اللي بتيجي 1800 جنيه كل شهر. فبس قلت له بعدين. قال لي بعدين انا مقدم مذكره وربنا يسهل. قلت له ربنا يسهل، كل حاجه رب في ايد ربنا، ربنا يسهل. انا معتمده على ربنا، مش معتمده على حد. طب هل لو جه لحضرتك شغل ممكن حضرتك تقدري تنزلي تشتغلي؟ طبعا ممكن اشتغل، لكن ما فيش حركه، ما اقدرش اعمل يعني اللي عايز المخرج 100 100. يعني تقدري يعني تشتغلي ما اقدرش حضرتك على اطلع على الكرسي؟ سلم، ما اقدرش امشي كتير، اتحرك كتير يعني. ما اقدر اخش مطبخ، اقعد على كنبه، اقعد في سرير. يعني الحركه اضعف من الاول كتير طبعا. ما اقدرش اديله اللي هو عايزه، وده اللي مخليني انا اتعرض عليا مسلسلين، لكن ما اقدرش ابقى كذابه مع الناس. ما اقدرش اروح واقول له لا ما اقدرش اعمل الحركه دي، لا ما اقدرش اعمل الحركه دي. طب وانا رايحه ليه؟ رايحه يعني عشان سواد عيوني يعني؟ مش منطق يعني. فربنا يشفيني ان شاء الله. توكلنا على الله في الشهر الكريم ده. طب يعني حضرتك منتظرة ايه علشان الدنيا تختلف؟ علاج طبيعي؟ ايه اللي انت انا منتظرة؟ دلوقتي المنتظره البلازما ان شاء الله.
اللازمة دي في كذا جلسة أعملها، وياخدوا من دمي ومعرفش يكرروه ويعملوا ايه ويرجعوه تاني في الخلايا المفاصل والحاجات دي. فربنا يسهل يا رب، يكون في الشفاء يا رب. مين بيسأل عنك؟ والله يسرا سألت عليا، في عبده الحقيقة أكتر من مرة، وست جميلة جدا، وأصحابي اللي من غير وسط بعضهم سأل عليا يعني، وانتي أولهم والله. ده أقل شيء يعني. سهير انتي أولهم والله. ربنا في برضو منى جلال دايما بتسأل، منى فضالي سألت عليا. ما فيش بقى حد تاني من الوسط. تعملي ايه في رمضان؟ ما فيش، هقرا قرآن واصلي واصوم، احاول اصوم بس، ولو انهم منعيني عشان باخد ادوية العظم دي كتير قوي. فالتراويح اصليها على الكرسي، قالوا لي مش ضروري، لو مش قادرة تتوضي تتيممي يعني، ان شاء الله كل الطقوس دي. بس مش هقدر اتفرج على 40 مسلسل، من ضمنهم مسلسلين رقص وحاجات كده في رمضان. طب امتى نقرا قرآن؟ امتى نعمل تراويح؟ امتى نفتكر ربنا ونصوم لربنا ونصوم ونكفر عن ذنوبنا امتى لما نقعد نتفرج على 40 مسلسل؟ طبعا انا هشوف المسلسلات بعد العيد ان شاء الله، كان لي عمر يعني. ان شاء الله يا ربنا يديك العمر. ودايما انت تحبي طقوس رمضان، والفانوس لازم يكون موجود. شفتي عامله ايه في البيت؟ مم. يعني اشمعنى بيعملوا شجره كريسماس والنيو يير؟ لا انا عملت الفانوس بقى. فرحت بيه كده، بفرح نفسي. طب اعمل ايه؟ لا انت ربنا يسعد قلبك. تقولي من قلبك كده، ممكن تقولي المسامح كريم في شهر رمضان لمين؟ تقدري تسامحي؟ انا بسامح. اول واحده سامحتها نيني السبكي، الله يرحمها. الله يرحمها ويحسن اليها ويغفر لها، ومسامحاها الى يوم الدين. بس سامحتيها بعد ما تعبت؟ بعد ما تعبت طبعا، ليس شماتة لا في المرض ولا في الموت. ده شيء عظيم جدا. دي صديقتك لأن قبل ما تعبت هي زوجة وخلاص، ده اسمه نصيب خلاص. صديقتك اللي كانت مقربة ثم تزوجت زوجك طبعا الأقرب إليك. معروفة القصة، ويعني أنت أول من يعلمها تماما يعني. رحتي عزيتي؟ لا مش للدرجة دي بجاحة مني بقى. لكن أنا بعزيها من نفسي، أنا بعزي نفسي فيها يعني حقيقة. مين تاني أخطأ في حقك خطأ بتشوفي إن هو كبير جدا وبتقولي له المسامح كريم؟ لا كتير بشوف يعني، بعمل خير بلاقي شر، وساعات ما بلاقيهوش خالص، وانا مسامحه. اللي بيقدم خير بيقدمه كتر خيره، ويتحسب له حسنات ربنا كلها الحلوه. انما انا بسامح الجميع، انا مسامحه دايما. اصل الواحد مش هياخد معاه حاجه، كل ما ده وعدي وعقليتي ونضوجي بيكبر معايا ما بفهم. مش فيش داعي انك تخاصمي حد، مفيش داعي تزعلي من حد، مش حاجه تتكلمي عن حد ولا والنميمه. وبقرا قران بشده الايام دي، يعني السنه دي خلتني اتعمق في القران بطريقه فظيعه، لاني اولا مانيش حاجه شغلاني عنه، ومبسوطه وبيريحني نفسيا جدا. طيب لو قلنا اسم، لو اتعمل قصة حياة نجوى فؤاد، ايه الاسم اللي تشوفي ان هو معبر عن اللي حصل لك في الحياة؟ اسم بالنسبة للانسيكلوبيديا بتاعتي، يعني السيرة الذاتية بتاعتي؟ ايوه لو اتعملت فيلم. لو اتعملت فيلم ايه الاسم اللي يبقى مناسب؟ يعني اسمي المناسب بيبقى الفتاة اللي من غير أم حالتها تغم، يعني الفتاة اللي من غير أم. بس انت زوجة الأب كانت مثل رائع بالنسبة لي. مثل رائع، بس مش أمي. أنا ما شفتش أمي، أنا ماتت أمي وأنا عندي 7-8 أشهر، شفتوش. وأبويا اتخاصمت معاه من سنة كام؟ سنة 52 أول ما بدأت. بتفتقدي دلوقتي انك ما انجبتيش؟ طبعا دلوقتي بفتقد،
كنت الاول، بس كنت الاول انا طلع معايا حق برضه، ما انا بشوف ناس عندهم اولاد كتير قوي وبرضه بيعيطوا ان هم ما بيشوفوهمش وانهم مش قاعدين جنبهم و... و... مش عارفه.